أنعش المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه الثمين على نظيره الأردني ب2-0، فيما ودع منتخب النشامة البطولة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في كأس العالم. القمم العربية قد تكون قليلة في كأس العالم، ولكنها فرصة لإثبات الذات على الساحة العالمية. محاربو الصحراء قلوبهم لا تعرف الاستسلام بعد هزيمة الأرجنتين، بل يدخلون هذه المواجهة بروح وطن كامل. أما النشامة رمز العزيمة فقد أثبتوا أن الأردن قادر على أن يكون حاضرا في المونديال للمرة الأولى في تاريخه. العامل المشترك بين المنتخبين هو البقاء في البطولة، والانتصار هو الطريق الوحيد للحفاظ على الأمل في التأهل. بدأت كتابة القصة العربية على العشب الأخضر في سان فرانسيسكو. أبناء الجزائر كانوا أصحاب المبادرة من أجل التسجيل. أمين غويري دق ناقوس الخطر مبكرا، لكن الكرة خارج الخشبات الثلاث. رد الأردن كان عبر نجمهم موسى التعمري بتسديدة متواضعة كانت في متناول الحارس لوكا زيدان. بعدها تحصل القائد رياض محرز على فرصة حقيقية من تمريرة بوداوي الساحرة، وكان من القريب أن يهدر لاعبا بحجمه ما أتيح له أمام المرمى، ليعود بوداوي ويهدي محرز كرة بذات الطريقة، والأخير على غير عادته يهدر ما كان في المتناول للمرة الثانية. جماهير الأردن أصابها التوتر من خطورة الجزائر، ولكن من هز مدرجات النشامة فرحا هو نزار الرشدان بتسجيله هدفا أول في مرمى زيدان انتهى على إثره الشوط الأول. في الجزء الثاني كان من المؤكد أن المحاربين سيقاتلون حتى الرمق الأخير. إبراهيم مازا يضرب بقوة، والحارس يزيد أبو ليلى يذود عن مرماه بجدارة، ليعود مازا ويبذل مجهودا مضاعفا باحثا عن التعديل، لكن الحظ لم يكن حليفه. النشامة لا يعرف من أين تأتي خطورتهم. نور الروافدة كاد يخادع لوكا زيدان بتسديدة لم تخلو من الخطر. عزيمة الخضر لا تلين، ونذير بن بوعلي كان له رأي آخر عندما ارتقى برأسية أعادت المحاربين إلى نقطة البداية وسط فرحة عارمة في مدرجات الجزائر. الموهوب الحاج موسى غير وضع الهجوم رأسا على عقب، وهدد مرمى أبو ليلى كثيرا فاتحا شهية رفاقها التهديفية. انعكس ذلك على رغبة المحاربين في إنهاء المعركة لصالحهم، وكان ذلك عن طريق أيمن غويري الذي أصاب أنصار الخضر بفرحة لا توصف في المدرجات. انتهت القمة بين الأشقاء، والأردن يودع البطولة رسميا بعد أداء مشرف. أما الجزائر فستظل دائما حاضرة في ميدان الكرة العالمية بروح المحاربين الذين لا يعرفون الهزيمة. كانت مباراة صعبة ضد منتخب أردني قوي ومنظم. سجلوا علينا هدفا في الشوط الأول وخرجنا منهزمين، لكننا في الشوط الثاني استرجعنا تنظيمنا وتمكنا من تسجيل هدفين وتحقيق 3 نقاط مهمة. المباراة القادمة كذلك صعبة، وسندخلها بمعنويات مرتفعة وسنسعى فيها لتحقيق الفوز. هذا وعبر مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي عن فخره الكبير بالمشاركة في نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد إنجازا تاريخيا لكرة القدم الأردنية. مباراة كبيرة أمام فريق كبير يعني يعج باللاعبين المميزين، لأنه زي المباراة السابقة يعني الطريقة اللي لعبنا بها سكرنا عليهم، يعني عارفين بأن تلعبوا على الأطراف كتير وخاصة في الهاف سبيس، ثم عندهم لاعب مازا لاعب مميز، أظن أنه هو اللاعب الوحيد اللي خلق لنا مشاكل، ولكن في أوقات كثيرة ما وصلوش كرات، وبالتالي كنا مميزين من ناحية الحفاظ على النتيجة ومن ناحية الدفاع. يزيد كان اليوم قام مباراة كبيرة، أظن أنه فخور بأداء اللاعبين، قلة تجربة، يعني مباريات زي هادو لا يعني لازم تكون عندك تجربة، يكون عندك لاعبين أصحاب خبرة يعرفوا كيفاش يهديوا الوقت، ولكن يعني فخور بأداء اللاعبين بالمستوى اللي قدموه كمباراة ثانية.